قبل ما ادخل في التلفزيون كان تاثيري كتير اضعف، كان تاثيري كله يصب حوالي اللي هن يا جماعه احنا كمسيحيه ما لازم دائما نفكر بهي الطريقه. كانت هاي حربي صغيره. وقت صرت مع التلفزيون صار في ادوات هائله تحت ايدي اللي هن الادوات. اولا البرنامج السياسي الساخر الوحيد او البرنامج التوك شو الوحيد اللي كان عم بيحكي فيها كنا نحن وجوشو بيحكي الجانب المصري العربي اكثر، ونور خانم لحالنا نحن كنا. شو اعطتني التجربه؟ اعطتني كل شيء. قبل أنا ما كنت عندي أي فكرة إيش يعني كاميرا أساساً، ولا كان عندي فكرة إيش يعني تصوير، ولا شو يعني كتابة. بتذكر أول مرة رحت كاتب أول سكتش للمخرج تبع نور خانم، كان مطلوب مني سكتش 10 دقايق، جبت له شيء 40 صفحة ومبسوط أنا يعني ويكخي رزن قال لي ما بنقدر نصور كل هذا، مستحيل. مسكه وشال، بتذكر لهلا كان هو شوي عنيف يعني، شال 10 صفحات من النص شقهم، قال لي راح اصور الباقي. قلت له ما لهم اي معنى اذا بتصورون هيك؟ قال لي تماما مثل اذا اعطيتني هون 40 صفحه راح يفقدوا التركيز فيهم، بدنا شيء قصير. تعلمت الفرق بين الكتابه السرديه اللي انا كنت فيها بكتب وما بوقف، لانه تعمل شيء سريع وبانش لاين وله فكره تماما. على فكره مثل الفرق وقت جربت اول مره اكتب ستاند اب كوميدي، كل شيء كتابته مختلفه. بس عوده للتلفزيون الادوات مخيفه.